يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الجو برد بقى وعايزين مع كوباية الشاي السخنة كده نعمل حاجة حلوة، وان شاء الله مكوناتها هتكون موجودة في كل بيت. ببيضة واحدة بس هنعمل حجار القلعة او المبروشة، او عندنا هنا في مصر بنسميها الباستا فلورا. تمام. بجد حاجة حلوة وتحفة وشكلها بيبقى جميل قوي في التقديم، وطعمها حلو قوي هيعجبك. معايا هنا نص كوباية سكر، ومعايا ربع كوباية زيت، ومعايا نص زبدة او سمنة متسيحة، يعني تدخلها الميكروويف كده او تسيحيها، مش تسخنيها قوي، او تكون بدرجة حرارة الغرفة او المطبخ، فهماني؟ ما تكونش من التلاجة يعني. ومعايا بيضة واحدة وظرف فانيليا. تمام. ومعلقة خل بس. وتقلبي بقى كويس كده بالمضرب اليدوي. مش هتفرق في الوصفة دي مضرب يدوي او عجان او مضرب كهربا، لان هتديكي نفس النتيجة يعني. فبالمضرب اليدوي كده اتأكد بس ان السكر داب. تمام. وهنزل عليهم بقى ب3 كوبايات دقيق ومعلقة بيكنج باودر كبيرة او معلقة كيك شيف. تمام. ما تنزليش بالظرف كله لانه هيكون كتير يعني. وحطيت ذرة ملح. تمام يا حبيبتي. نقلب كده لحد ما تحسي ان الدقيق اختفى، يعني لما تلاقي الدقيق اختفى معاكي كأنك بتعملي بسكوت، ما تعجنيش يعني، تقلبي بس كده. تمام. هنستغنى بقى عن المعلقة وهنستخدم ايدينا عشان نحس بالعجينة تحت ايدينا. تمام. بتقلبي برضو يعني بصوابعك كده بس، ما تعجنيش. وما شاء الله هي عشان المقادير بتاعتها مظبوطة يعني هتلم معاكي على طول. تمام. هعملها كده زي الاسطوانة واقسمها، اعمل تلت وتلتين. بصي بوريكي العجينة ناعمة وتحفة بجد، جميلة جدا، عاملة زي عجينة البوتفور بالظبط او البسكوت. تمام. هنا هعملها يعني تلت، اللي هو ده كده هشيله في الفريزر بس لحد ما افرد الباقي في الصينية، وده التلتين هفرده كده اي صينية عندك. لو مش عندك صينية الباستا فلورا اللي هي بتبقى من الجنب زجزاج كده، مفيش مشكلة، اي صينية عندك، بس تخلي الحروف عالية شوية يعني زي ما انا بوريكي كده. تحاولي من النص تخليها سوا واحد، ومن الجناب ترفعي بس كده عشان حشوة المربى ما تخرجش بره الصينية. تمام. في الوقت دوت بقى انا ما عملتش الخطوة دي، بس في الوقت ده ممكن بالشوكة كده وتخرمي العجينة عشان خاطر هي فيها بيكنج باودر ما تعلاش منك، بس الحمد لله هي طلعت زي الفل برضو. هنا بوريكي اي نوع مربى عندك. انا كان عندي معلقة مربى توت ومعلقة مربى فراولة، فعادي خالص عملتهم ميكس كده مع بعضه، فكان طعمها تحفة قوي. بس هي الشهيرة يعني المربى اللي بتتحشى بيها بتبقى مربى مشمش، فده اللي كان موجود عندي، فمفيش اي مشكلة، ما تقيديش نفسك بنوع مربى. بجد كانت تحفة وخطيرة مع كوباية شاي بقى، مع كوباية نسكافيه، بجد تحفة. بس اهم حاجة ما تستعجليش عليها لما تطلع من الفرن، وتسيبيها تبرد تماما. كل ما تبرد هتاخدي منها بجد يعني نتيجة هايلة. معايا مبشرة بقى يا بنات، ودي اسهل طريقة اعمل بيها الوش بتاعها، بدل ما تقعدي تفردي وتعملي اشكال وكده، وممكن ساعات ما تظبطش. فدي اسهل طريقة تعملي بيها الوش بتاع الباستا فلورا. بجد يعني الشكل بيبقى حلو قوي، وفي نفس الوقت يعني سهلة ومش هتاخد معاكي ثواني. بجد جربيها، مكوناتها بسيطة وان شاء الله مكوناتها كلها تكون موجودة عندك. ببيضة واحدة و3 كوبايات دقيق يعني هتعملي يعني بجد حاجة تحفة. والولاد هيحبوها قوي. وولعي الفرن بقى ودفي البيت، هو الشتا عايز كده. بسم الله ما شاء الله بجد جميلة. انا طبعا ما صبرتش عليها عشان كنت عايزة اخلص الفيديو، فقطعتها ما كانتش سخنة يعني، ما كانتش بردت قوي، فهي كل ما تسيبها تبرد بجد هتكون احسن. دخلتيها بقى الفرن نص ساعة، ما تستعجليش عليها، سيبيها نص ساعة في الرف اللي في النص، وطلعيها على طول تبرد. بصي المربى ساحت بجد، كان طعمها خطير وريحتها كانت تحفة.
بصوا كانت قلب ريحة الشارع كله. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قلب اختك متنسينيش بلايك واشتراك وكومنت قمر كده منك يشجعني. لو عملتيها في صيف وحابة تقدميها مع ايس كريم ممكن على كل قطعة كده تقطعيها تحطي يعني بولة ايس كريم كده صغيرة، بتبقى تحفة برضو معاها في التقديم.